يا مساء الأنوار، يا مساء الفل، يا مساء التوفير. طبعا زي ما اتفقت معاكوا، أي حاجة هتنفع نخزنها في البيت ونوفر تمنها ولا نشتريهاش بالغالي هنخزنها. النهاردة هنعمل ايه؟ النهاردة هنعمل الطعمية المصري أو بالاسكندراني الفلافل. طيب أنا جبت نص كيلو فول مدشوش من عند العطار، وبليته في مية من بالليل لغاية الصبح. وجبت كمان خضرة، كزبرة وشبت وبقدونس، الكمية يعني ممكن حزمتين من كل حاجة. وجبت حزمة كرات، اخدت الورق بتاعها. حلو الكلام، حلو الكلام. وكمان معانا بصلتين كبار محترمين كده نقشرها ونقطعها. وكمان معلقة توم مفروم. طب لو ما عندكش توم مفروم يعني حسبة كده ايه، 5 فصوص توم. طيب وايه تاني؟ وقلبنا بقى كله على بعضيه كده وهنضربه في الكبة. طيب يا اسماء انا ما عنديش كبة، اضربيه في الخلاط. ينفع اضربه في الخلاط؟ ينفع تضربيه في الخلاط، بس هتحطي له ربع كوباية مية. قلبت كله مع كل المكونات كلها مع بعضها، قلبتها. وكمان هنجيبي رغيفين عيش فينو، هتقطعيهم وتحطيهم. يعني هتحطي عليهم نص كوباية مية او كوباية مية، يعني هتبوشيهم في شوية مية وهتحطيهم معاهم وهما بيتفرموا. العيش ليه؟ العيش علشان خاطر يخليها متماسكة شوية، ما يتفرولش منك وانتي بتقليها في الزيت. حلو الكلام، حلو الكلام. احنا كده بقى ايه، خلصنا المكونات بتاعتنا وقلبناها كلها مع بعضها. هنبتدي بقى نحطها في الكبة. انا طبعا عندي الكبة بتاعتي صغيرة شوية، فانا ايه هحط حبة حبة. طيب لو انتي ما عندكش كبة زي ما قلتلك، اعمليها في الخلاط، بس هتحطي بقى العيش كله مع بعضيه. لو الخلاط ما اخدش منك الكمية كلها، هتحطي نص الكمية ومعاها نص كمية العيش، وبعدين هتحطي النص التاني لما تخلصيها. وهتحطي مع كل كمية تحطيها ربع كوباية مية او اقل. طيب زي ما انت شايفة كده العجينة طالعة اللهم بارك، تحفة. وطعمها والله يا جماعة احسن من اللي بنشتريها 100 مرة. هي ارزاق، بس احنا لما بنعملها في البيت بتبقى يعني فيها بركة. الحاجة بتبقى فيها بركة وفيها خير، وطعمها احسن من اللي بنشتريها. واحنا عارفين طبعا الزيت اللي بتقلي فيه كذا مرة برا البيت بيبقى احيانا مش نضيف. بتاع ركزي يا ست البيت. عارفينه طبعا. طيب في ناس بتقول ان هم بياخدوه بيعملوا منه الصابون، بس الله اعلم. فاحنا برضو صحتنا يعني ايه ما نجذبش بيها. الحاجة اللي نقدر نعملها في بيتنا وتكون صحية هنعملها في بيتنا، وتبقى انضف واطعم واوفر. الكمية دي هتقعد معاكي كتير جدا جدا. طيب انا بعد ما فرمت بقى الكمية كلها، هحط عليها معلقة ملح محترمة كده، وكمان معلقة فلفل اسود، ونص معلقة كربوناتو. نص معلقة كربوناتو، الكربوناتو دي هتخليها تنفش وانتي بتقليها، وهتخلي لونها اخضر كده يعني. طيب وبعدين انا بقى جبت كاس التلاجة بتاعتي، هحط فيها على قد الكمية اللي هطلعها. يعني مثلا هنفطر هطلع كيس، والله جالي ضيوف هطلع كيسين على قد ما ايه، ما هناكل يعني. طيب انا بقى حطيت الكمية على قد هنفطر فيها ديت، او على قد ما هنفطر بيها ديت في كيس التلاجة. هبططها كده ليه؟ علشان خاطر ما يعني لما اجي افكها ما تاخدش معايا وقت. لما اجي افك اما اطلع الكيس من الفريزر ما ياخدش معايا وقت عشان يفك كده، هتلاقيه مسافة 10 دقايق هتبص تلاقي الكيس فك على طول. انا هبططه وهسويه كده واطلع الهوا منه، واتني الكيس زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، زي طريقة التوم لما كنت عاملاه برضو المرة اللي فاتت. هبقى اسيب لكم اللينك في الديسكريبشن تحت. هتلاقوا طريقة التوم برضو المفروم، كنت مبططة الكيس نفس الطريقة كده يا جماعة. ما بتاخدش مكان في الديب فريزر، وكمان يعني الحاجة بتفك بسرعة، ما بتاخدش وقت، وتلاقي بقى الكيس متطبق كده جوه الحاجة. لا، كده هتلاقي توفري لنفسك وقت، وكمان هتلاقي الحاجة بتفك معاكي بسرعة. انا اللهم بارك نص كيلو فول عمل معايا حوالي 7 اكياس. وكمان كنت سايبة حبة في البولة ديت، يعني علشان خاطر ايه نعملها. شايفين يا جماعة؟ شايفين لونها؟ والله العظيم طعمها شبه الكفتة بالظبط.
كده انا خلصت الوصفة، ويا رب تكون عجبتكم، والسلام عليكم.